أهلا بيكم وجولة في مكان. جولتنا التانية في فندق الرياض أو لورياض. على باب الفندق بيقف يستقبلك حارس بزي العصر المملوكي. الفندق في شارع المعز لدين الله الفاطمي. بمجرد دخولك البوابة هتعبر لأزمنة مختلفة. الفندق بيتكون من 5 طوابق بواجهة مصنوعة كلها من الأرابيسك. وبيقول رفيق بولس مدير الفندق إن فندق الرياض مرتبط بالموقع المهم اللي بيتردد عليه المصريون والأجانب، واللي بيعتبر متحف مفتوح. أصحاب الفندق قسموا كل دور إلى 4 جناحات، كل غرفة لها اسمها. ممكن يعبر عن شخصية زي شخصية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، أو الملك فاروق، أو أم كلثوم، أو أي زمن زي الزمن العثماني أو المملوكي أو الفرعوني، أو يعبر عن الفنون زي الرقص الشرقي أو الموسيقى. يعني لو دخلت جناح الملك فاروق تحس إنك في سرايا عابدين، ولو عايز تعيش في العصر الفرعوني لازم تدخل جناح توت عنخ آمون. السرير مصمم على الطراز الفرعوني، وغرفة المكتب بتحتوي على حجر رشيد. ده غير الستاير والأقمشة المرسومة عليها أشكال ورسومات المعابد. ولو دخلت غرفة الرقص الشرقي هتلاقي بدلة الرقص الشرقي الشهيرة. في الفندق في مطعم الروف اسمه برجوان، لأنه بجوار حارة برجوان الشهيرة. والمطعم الرئيسي اسمه التكان. الفندق تحفة فنية بمعنى الكلمة. سعدت بيكم في جولتنا في مكان. كنت معكم في الجولة